الحكومة الأمريكية لما التلج بينزل بكمية كبيرة جدا فعملت إيه؟ زي ما إحنا عارفين والناس كلها عارفة وفي ناس مش عارفة، بيحطوا ملح على الأرض. حلو؟ وإحنا ناس كتير عارفة المعلومة ديت وقلتها قبل كده، وأكيد في ناس عارفاها وناس مش عارفاها. حلو؟ بس هنا بقى في وست فيرجينيا هما بينزلوا هنا ملح بكميات كبيرة جدا، كبيرة جدا جدا جدا. حلو. وبالذات في وست فيرجينيا هنا علشان التلج هنا بينزل بكميات كبيرة زي ما قلت، فالملح علشان يقللوا الحوادث والكلام دوت، والملح يسيح التلج. هو مش ملح بمعنى ملح اللي احنا بناكلوه، لا هو نوع تاني بس احنا بنقول عليه ملح. المهم، ففي الحالة دي بيحصل ايه؟ الارض كلها بيكون عليها ملح، فالملح دوت لما العربيات بتمشي وتكون مبلوله فالعربيات كلها بتلم الملح دوت، يبقى كل العربيات من تحت مليانه ملح. طب لما العربيات تكون مليانه ملح ايه اللي بيتم؟ الملح بياكل في العربيه من تحت، بياكل في الحديد بتاع العربيه من تحت، فالعربيه بتصدي وفي بارومه بتاكلها. في حالة واحدة بس العربية ما تصديش، لو انت بعد كل مرة بتعمل تلج تغسلها على طول. يعني كل ما الدنيا تعمل تلج والناس ترش الملح، تروح انت على طول بعد ما التلج يخلص والدنيا تسيح زي ما انت شايف كده، تروح جاي رايح رشش العربية غسلها، بس حتى مش لازم تغسلها غسلة كاملة، بس انت اغسلها من تحت نزل الملح، علشان لو سبت الملح مرة ورا التانية العربية اللي قدامي دي بتعمل كده، قاعدة ترمي يمين في شمال مرة ورا مرة، هتلاقي ان العربية بتاعتك من تحت ابتدت تصدي جامد. هو بيكون في صدى سطحي، الصدى السطحي دوت عادي من الاجواء، بس الصدى اللي هو بيغوط شوية دوت صدى بيكون تراكم ملح من غير غسيل. علشان هنا هتلاقي دايما في الريف او وست فيرجينيا هتلاقي الناس اللي هم مهملين في العربيات، هتلاقي العربية جميلة بس الملح واكل كل حاجة من تحت العربية، هتلاقي العربية كمان رخيصة محدش عايز يشتريها بسبب ان الملح واكلها من تحت. فانا هاخدكم دلوقتي انا رايح اغسل العربية من تحت علشان انزل الملح، علشان احتمال الدنيا تعمل ثلج تاني اليومين اللي جايين، فانا مش عايز التراكم التلج دوت يكون على العربية. فانا هاخدك معايا دلوقتي وانا رايح اغسل العربية من تحت كده، ايه غسلة خفيفة يعني مش غسلة كبيرة، وكل مغسلة بيكون سعرها مختلف. يعني ممكن واحدة تلاقي ب2.5 دولار، واحدة ب3، واحدة ب4، واحدة ب5، يعني بيديك معاها دقايق بتخلص، فانت بتحط لو عايز دقايق تاني فبتشتري دقايق تاني. فانا هاخدك معايا دلوقتي واحنا بنغسل العربية كده وبنظبطها من تحت. تمام، يلا بينا. هي تقريبا المغسلة اللي بقولك عليها هنا، يعني مش بعيدة، قدامي هنا على اليمين تقريبا، هنا بعد البنزينة ديت هي المغسلة اهيت. ممكن نختاره، بصوا هو في كذا واحدة بس انا هاخد ديت، اختار ديت ونخش ونعمله البتاع. طبعا مفيش حد هنا، انت اللي بتخش تخلص كل حاجة بنفسك. المغسلة فيها كذا حاجة يعني بتعملها دوت. هناك اهوت الفاكيوم، ده الفاكيوم اللي انت بتمسح بيه جوه العربيه وبتشيل بيه التراب وكده، بس احنا مش محتاجين، جاي بس اغسل العربيه من تحت كده، ايه غسله خفيفه وخلاص. يعني انزل الملح بس علشان الدنيا هتعمل تلج تاني اليومين اللي جايين. فكل اللي انا عايزه دلوقتي بس اللي انا اغسل العربيه من تحت. هو كاتب لي اهوت ان الغسله عامله 3 دولار. انا مش عارف هيديني كام دقيقه بال3 دولار دولت، فتعالوا نحط الفلوس ونشوف هيعمل كام. انا جايب تقريبا 5 دولار فكه، تعالوا نحطهم مع بعض ونشوف هتعمل كام. ادي 1 2 في واحد رجع لي تاني اهوت علشان ما اعرفش ما اتحسبش. ودي 1 اهو، فاضل 2 دولار. ادي 1 2 3
4 فاضل 75 2. الصوت هيكون عالي شوية بس يعني هوريك هفرجك انا هعمل ايه. بس مسدس اهوت وبنزل تحت وبغسل العربية من تحت عشان الملح كله انا اهم حاجة عندي تحت. وهنا ممكن نشوفه فاضل قد ايه. فاضل تقريبا دقيقتين، ولو انا عايز ازود وقت ممكن احط دلوقتي اربع، مش لازم ان انا احط 3 دولار من اول وجديد. هوريكم ازاي. بص يعني انا دلوقتي لو حطيت ربع، بص 1.39، بص ايه اللي هيتم، بقت 2 دولار، فاهم؟ زادت شويه. خلاص اخر ثانية. على فكرة السرسوب دوت، شايفه؟ السرسوب دوت بيفضل شغال في البتاعة ديت يعني. فلو انت محتاج سرسوب ممكن تستخدم بس ديت كده. لو انت عايز تعمل حاجة صغيرة في اي واحدة هتلاقي السراسيب دي شغالة عادي من غير ما تدفع حاجة يعني. تقريبا بيديك بونص ولا ايه. فهو بص بس انا هدي مسحة كده ايه سريعة، هدي مسحة سريعة كده ايه للإزاز. المراية الجميلة والإزاز. والإزاز من هنا، كل ده هيتظبط، كله هيتظبط، كله هيسافر، كله هيسافر. الجو ساقعة وحاسس بالساقعة. انا ايديا حاسس ان هي بتتجمد. المفروض البس جوانتي والله، بس انا كسل بقى. يلا مش مشكلة. كده ايه 100 فل و10 و100 فل و14. العربية ايه جاهزة للانطلاق. كده بقى ايه انا اطمن عشان الملح بيبوظ العربية فعلا. اي عربية هتلاقيها هنا بايظة بسبب الملح. بس كده ايه زي الفل. طلع العربية قدام وناخده بقى ايه
ناخدوا الحاجات اللي هي عايزة تترمى فيها، وبعدين نتكل على الله. لا في بوليس جاي ولا ايه؟ في حاجة غريبة، أنا سامع حاجة، في حادثة. دي إسعاف. شفت العربية وقفت ازاي؟ العربية البيضة الإسعاف عدت، العربية البيضة كملت. بيجري في حاجة. يلا بينا نروح نطلع العربية قدام. بعد ما غسلت العربية قلت افتح كده ايه اشوف في اي طلبات هنا جنبي اخدها. بيقول لك وقت الانتظار من دقيقة لدقيقتين، فممكن يجي لي حاجة من هنا اخدها وانا راجع واديها اروحها يعني، فاهم؟ المهم احنا عملنا ايه النهاردة؟ غسلنا العربية من تحت علشان الملح. اتكلفت تقريبا $3 لل4 دقايق يعني هو لو 4 دقايق عاملين $3 قبل ما ال4 دقايق يخلصوا. لو انت حطيت ربع او 50 لو انت حطيتهم هيزود تقريبا 20 ثانية حاجة زي كده. لو انت حطيت ربع او حطيت نص بيزود الضعف. بدل ما تستنى يخلص كله وتحط $3 من الاول. فاهم قصدي ايه؟ هي الطريقة هنا كده. العربية ممكن خلال موسم واحد تصدي من تحت، تعمل صدى، الصدى ياكلها وتعمل برومة. فخلي بالك من الحتة دي ان شاء الله لما تيجي يعني. انا غيرت الابليكيشن وخدت طلب هنا عامل 26.45 وكاتبين لو انا خدت 3 طلبات هيحطولي $24 زيادة. فانا خدت الطلب دوت ويلا بينا نخش نجيبوه اهوت. تعال نخش نشوفوا الحاجات اللي هم طالبينها. حاجات هبلة كلها مش تاخد وقت. يلا بينا. المهم بقى عايز اقول لك ان شاء الله يعني ربنا يكرمك وتيجي هنا لما تعمل مشوار جامد في الساعة ديت. بمناسبة ان العربية انا غسلتها يعني، لما تعمل مشوار جامد في الساعة الفرامل او هنقول عليها الطنابير هتسخن جامد قوي. فانت لما تيجي ان شاء الله تعالوا بس استنوا عشان الصوت دوت انا ما بحبهوش، مزعج بس بيدفلنا العربيات بصراحة عشان دي دفاية. دي قلتها قبل كده في الفيديو اللي فات. المهم فانت لما تمشي مشوار جامد في الساعة الطنابير عندك هتسخن جامد جدا، تمام؟ فلو انت رحت غسلت العربية ورشيت عليها مية الطنابير ممكن يحصل فيها عوجان مش هتشوفه يعني بعينك، بس اللي هو وانت بتفرمل هتلاقي تضغط فرامل هتلاقي العربية بتترجرج منك، بتفضل تعمل كده. فخلي بالك من الحتة ديت. انا نسيت اقولها، انا اصلا ما كنتش سايق العربية دي، انا سوقت العربية بس 15 دقيقة ولا حاجة بالراحة كده وبعدين غسلتها يعني. عاوزين نجيبوا حاجة من هنا وهقول لكم الاسعار برضو ما تقلقوش يعني، عشان عارفكم انتوا بتحبوا تعرفوا الاسعار. واحد 12 عايزين 15. الدريسنج دوت عامل $4. ميت بولز هنا رقم 1 عايزين 12 اهوت. نعمل له سكان عاملة $8.50. 8 اهوت عايزين 3 من دول. ديت زي لحمة مفرومة كده تقريبا يعني. 1 اهو مش هرمي الحاجة جامد اهو، بصوا اهو عملنا سكان خلاص. نعمله 3 عايزين ايه 13 7. هو زي توابل كده بالبصل وكده يعني. 12 26 وعايزين واحدة زبدة الفول السوداني عاملة $2. كريمة بالفانيليا او اللي هو الايسن 18. في الغالب هي دي تقريبا فروستين
ايوه عايزين منها 2 و2 الواحدة عاملة $76. وعايزين 21 12 عايزين واحد شيبسي. الشيبسي اللي هم طالبينه مش موجود، مطلعش هو اللي انا جبته، فعملت لهم اللي هو مش موجود، فهجيب لهم هروح اجيب الطلب اللي بعده. نشوف عايزين واحدة سبرايت، عايزين 2 سبرايت، واحدة ونعملوا برضو سكان للتانية عشان نتأكدوا. 2 كده ايه كده 2 اهو. عايزين العيش دوت عامل $3.37. وعاوزين موز، عايزين 4. موزات اهمت مع بعض، نحطوا ان هما 4 موزات، وبعدين نعملوا سكان للوزن. عايزين 4 موزات اهم. فاكرين الشيبسي اللي احنا ملقيناهوش في الاول؟ تقريبا هو ده، بعتوني اجيبه من مكان تاني، عايزين منه 2. واحد تاني اهو. تمام كده فاضل اخر حاجة، عايزين سانيتايزر نروح نجيبوه خلاص كده. You know where is this? Yeah. I know there's a lot on grocery side. Okay, I asked there and he told me it's not here. So They're like in segments like this towards this side, but Yeah. they're mostly on grocery side. So like Z7. D7? Z. Z7. Okay. Thank you. Okay. والله العظيم ما عارفين حاجة. سألت واحد هناك قال لي لا هنا، جيت سألت اللي هنا قالت لي لا هناك، فأنا هلغي البتاعة دي أقول لها مش موجودة. نبصوا هنا اهي صدق البنت طلعت عندها صح، عندها حق، معلش بقى سامحيني. اهي لقيتها، بس هما عايزين واحدة بس مش عايزين. نعمله سكان هنا، وبعدين هو بيقول لي انا تمام، عبي الحاجة ويمشي. نحطوا الشيبسي، ممكن نحط الشيبسي التاني معاه برضو علشان يب. Did you ask me about that hand sanitizer earlier? Yeah, I got it. Oh, you did get Yeah, it? yeah. I come around here and I found some over here hiding in the corner. Oh, I didn't see it. yeah, I'm not it's usually over okay. here. It's okay, man. Thank you very much. بيقول لي ان السانيتايزر هو بعتني الناحية التانية، هو دوت اللي انا سألته. وبعدين فبيقول لي يعني انا لقيته هنا، يعني قلت له خلاص انا جبت واحد يعني. وبعدين نحطوا اللبن مع بعض، نحط الشيبسي معاه، ونجيبه دوت نحطه في كيس بس كده. يلا بينا. دي الحاجة. الساعة دلوقتي 8 ل 5، بس كمان يومين الدنيا هتبقى دمار وسواد يعني. أنا عندي مشكلة إن أنا بنسى بحط العربية فين. تقريبا هي الناحية التانية، مش عارف اللي جابني هنا، بس أنا فعلا عندي مشكلة في الحوار ده. بنسى أحط العربية سبتها فين. هو اديني بدور على العربية
انا مش عارف العربيه فين والله. اهي هناك الناحيه التانيه. بصوا انا فين وهي فين. انا سامع صوتها. الحته دي مش هتعديني الحته ديت. يعني نعدي من هنا. ونقفل العربية نحطه ايه العربية ديت في حتة. نحط العربية ديت هنا. على فكرة الراجل اللي لسه معادي دوت شغال الشغلانة ديت، شغال بالعربية ديت. شايفينها العربية دي؟ ففي ناس بتجيب عربيات صغيرة وبيشتغلوا بيها. يعني انا عملت كده قبل كده، جبت عربيه صغيره اشتغلت فيها فتره وبعدين وزعتها يعني. خلاص اهوت احنا حطينا الحاجه وفي طريقنا رايحين نوديه. داخلين شمال. دي البوابه بتاعت المكان اللي احنا كنا فيه. وبعدين داخلين شمال اهوت. يلا بينا. الأطفال أحلى والله بيلعبوا. يلا يا طنط. العلم يرفرف في السماء. العلم الأمريكي يرفرف. الشارع دوت كل ما يصلحوه يقعد يتكسر كده. عارفين بيتكسر من ايه؟ بيتكسر من التريلات الكبيرة اللي هي بتيجي هنا تدي تنزل الشحنة، اللي هو تنزل المعدات والأكل والحاجات دي كلها. فالطريق دوت كل شوية، كل شهرين 3 يقعدوا يصلحوا فيه. بصوا بقى كل شوية يعمل ازاي. فعلا التريلات الكبيرة مهمة جدا، بس على الطرق ديت بصراحة بتبوظها يعني. بس هم هيعملوا ايه يعني غصب عنهم. وبصوا التريلات الكبيرة. بس هم السواقين يعني ملهمش دعوة. هي التريلا يعني تقيلة زيادة عن اللزوم فبتبوظ الأرض. احنا هنطول. لو انت أول مرة تتفرج عليا، أنا عايش في الريف الأمريكي تحديدا في ويست فيرجينيا. الساعة دلوقتي تقريبا 8:10 8:15 حاجة كده. الأجواء الشتوية الساقعة الكئيبة. وبعدين زي ما احنا كده الطريق واخدنا يمين. متنساش تعملي لايك وكومنت وتعملي فولو لو انت اول مرة تشوفني. وانا عندي قناة على اليوتيوب لو انت بتتفرج عليها من الفيسبوك فهتعجبك، ممكن تروح تاخد لك بصة عليها. اسم القناة مصري في الريف الامريكي، وهتلاقيني حاطط اللينك في البايو. انتوا عارفين ايه الشغلانة اللي تكسب حلو جدا هنا؟ لو انت سمكري سيارات. علشان هنا العربيات كتير جدا منهم عاوزين يتعمل لهم صيانة أو ترميم للهيكل من كتر الصدى. فلو انت سمكري، ويا سلام بقى لو سمكري وميكانيكي والاتنين مع بعض ويفتحوا مكان، شغل جامد جدا. كنا الاتنين مع بعض والاتنين يكونوا فاهمين وبيكملوا بعض، فاهم؟ سمكري وميكانيكي ويكون معاهم خراط. ايوه هيبقى شغل جامد جدا. يبقوا كده التلاتة مع بعض ومعاهم كام واحد بيساعدوهم يفتحوا كده شركة صغيرة LLC، تمام؟ وحد معاهم كده، ويجيبوا سكرتيرة تقعد لهم على المكتب تاخد الطلبات وتاخد التليفونات وتعمل مواعيد للناس
وتجيب لهم شغل وهم يشتغلوا، هيعملوا شوية شغل حلوين، بالذات السمكري هنا في الولاية اللي أنا فيها مهم جدا. وكمان اللي هو بتاع سمكري عادي بقى، حوادث وترميم والحاجات دي كلها، هيعمل شغل حلو. تقريبا احنا هنطول طوالي وهننزل منزل كده، تقريبا البيت هناك يعني. خلاص يا عم، عرفنا يا عم اللي انت حلو يا عم. روح يا حبيبي روح. عامل لنا ازعاج، مشي ورايا وبعدين يجي جنبي طالع قدام. استنوا بس ايه ننزلوا الطلب دوت وبعدين اكمل لكم. هو السؤال كان حلو وانا عندي تجارب كتير مع الحوارات ديت، فممكن اجاوبك عليه حلو يعني. تقريبا هنخشوا قدام يمين. بصوا الدنيا سواد يا جدعان هنا. بصوا لمبة واحدة تقريبا في الشارع كله اهي. على فكرة كل ده كان فيه لمض بس اتشالت خلاص من زمان جدا. البلد دي قديمة جدا. تقريبا يمين هو ده الشارع، انا مش عارف بقى. تعالى كده نطلع. تقريبا في طالعين زي جبل كده فوق، جبل صغير، بس تقريبا هو ده البيت اللي هناك خالص ده. نمشي كده واحدة واحدة ايه على هادي كده. تقريبا هو ده البيت بس مفيش غيره. واللي قدامه دوت ورشة عربيات، تصليح عربيات. في الغالب هو دوت البيت. يعني عايزين نركنوا العربية قريب كده ايه من المكان عشان ننزلوا الحاجة. ايه نركن بظهرنا عشان لو حصل حاجة ايه طلع لنا دب ولا حاجة نطلع نجري على طول. نرجعوا بظهرنا. ممكن نظبطوا الدنيا هنا، ممكن نسيب العربية هنا عادي. معتقدش ان انا محتاجة افصلها علشان مفيش حد غيري هنا يعني، ومفيش غير البيت دوت. بص المنطقة من فوق. على فكرة الصبح الناس هنا بتشوف مناظر جميلة جدا، لما الناس اللي هي ساكنة على جبال وكده بتشوف مناظر جميلة جدا. فالسنة كده بتكون الشمس كده لما بتبتدي تطلع فبتعمل منظر جميل، بيطلعوا بدري يقعدوا يجيبوا كوباية الشاي بتاعتهم او القهوة ويقعدوا بقى ايه يتفرجوا على المنظر الجميل ويسمعوا لهم حاجة كده ويحبوا بعض. فاهمين انتوا؟ انا بس بظبط الدنيا ايه قبل ما انزل. يلا بينا. عندي لمبة فصلت، عايز اجيب لها اللمبة بتاعت النمر. لا نورت اهي. الله. هحكي لكم برضو موقف حصل معايا اول ما انزل الحاجة عن اللمبة اللي هي محطوطة على النمر بتاعت العربية. حصل لي موقف كده قديم هحكي لكم عليه. البيت اهوت والله ناس محترمة حاطين نور، او النور بينور يعني لما انت تيجي تنزل الحاجة او تظهر قدامه. قدام باقي الحاجة. كده ناقص كام كيسة ننزلها ونتكل على الله. هي دي كده كل الحاجة اهي. ناخد لهم الصورة ونمشي.
الصورة اهيت. يلا بينا يلا بينا يلا بينا ايه احكي لكم على باقي الموضوع اللي هو بتاع لو انت جاي سياحة، واحكي لكم على موضوع النمر بتاعت العربية. بصوا الدنيا من فوق عاملة ازاي. المهم انا خلاص كده النهاردة مش هاخد اي حاجة تاني. هو انا كنت رايح اغسل العربية وانا ماشي قلت اخد لي طلب كده ولا حاجة ايه ندردش فيه شوية، وكأننا بنخرج يعني مع بعض زي كل مرة. وخلاص كده انا تمام، بس ممكن نتكلم شوية نحكي في الحوارات اللي قلت لكم عليها. انا ممكن ابتدي من الاول اللي هو جالي سؤال عشان نقول ما نقعدش نقطع يعني. جالي سؤال النهارده على الاسك، واحد بيسأل بيقول هو انا لو جاي او معايا فيزا سياحة اقدر ان انا اقنن وضعي واظبطه؟ فهو الجواب باختصار ايه بقى اللي المفروض تعمله؟ عندك 3-4 حاجات: الجواز واللجوء والعمل والدراسة. حلو. اول حاجة خلينا نبتدي بيها اللي هو اللجوء. بغض النظر بقى انا ما اعرفش انت بقى قصتك، عندك مشاكل ما عندكش مشاكل، انا ماليش دعوة. انا بقول لك الطرق وانت شوف الانسب لك والاحسن لك. اللجوء لو انت داخل من المطار والظابط بتاع المطار اعطاك 6 شهور او 3 شهور او شهر او اي مدة، لو انت كسرت المدة ديت انت مش هتعرف تعمل لجوء. وحتى لو عملت لجوء الورق بتاعك هيتقبل ان هو هيستلموه، بس هيرفضوك علشان انت كده كسرت القواعد. تمام. فانت لو انت كسرت الفيزا السياحة ورحت عملت لجوء، الورق بتاعك هيتقبل وهتدفع المصاريف وكل حاجة، وهيسيبوك شوية وبعدين هيبعتوا لك يا اما يعملوا لك مقابلة. في حالة انك تكسر الفيزا انت مش هتقدر انك تقدم على لجوء. تمام. سيبوا اللجوء على جنب، فتعالى للحاجات التانية. هقول لكم على العمل علشان دوت تاني اصعب حاجة بعد اللجوء. العمل انك ممكن تشوف حد، لو انت هنا وانت لسه ما كسرتش برضه، تشوف حد ان هو يظبط لك ورق العمل انك جايت فيزا سياحة وهيعدلها انك شغال في المكان دوت مثلا. بس صعبة ليه؟ علشان انت هتختار شغلانة مثلا، الشغلانة ديت مش ناس كتير هنا في امريكا بيشتغلوها او ليها نقص عمال. فانت الشغلانة دي حرفة انت معاك انت، مش اي حد يشتغلها، وعشان كده بقولك دي صعبة شوية. حلو. الاتنين دول تسيبهم على جنب شوية، اللجوء والعمل. تعالى بقى للسهل سنة، الدراسة. بكل سهولة لو معاك فيزا سياحة تقدر انك تروح اي جامعة وتقدم على دراسة وتدفع المصاريف، وهم هيعملوا لك الاوراق بتاعة الدراسة، يحولوها لك من الاوراق، يحولوا لك الفيزا السياحة للدراسة، وديت سهلة تتعمل. حلو. انت كل اللي عليك هتدور على جامعة مناسبة بسعر مناسب انك تقدر ان انت تخش وتدرس فيها، وتعرض عليهم ان انت معاك فيزا سياحة والفيزا سارية. وانا برضو خلي بالك ما ينفعش تكسر الفيزا ديت برضو. فانت معاك فيزا سياحة في ال3 حاجات اللي قلتهم ما ينفعش انك تكسرها. الحاجة الرابعة الجواز دوت لازم تكون داخل البلد بطريقة قانونية، اللي هو زي السياحة كده. ما ينفعش انك تيجي تنط من العصفور وكده. لو نطيت من العصفور وليها طريقة تانية ممكن تعمل بيها ورق، بس احنا مش عايزين نتكلم فيها هنا، ملناش دعوة يعني. فانت لو جيت بالسياحة الجواز خلال 3 شهور هيمسكك ورق انك تشتغل بيه اي شغلانة في البلد، ويمسكك انك ورقة او في الكارت نفسه اللي هيجيلك بتاع العمل، هيمسكك ان انت تقدر انك تنزل تسافر وترجع وانت لسه معكش الاقامة. فالجواز اسهل واسرع حاجة انك تقدر تظبط بيها اوراقك. بس طبعا ما تنساش ان الجواز لازم يكون جواز حقيقي، مش جواز نصب او جواز على ورق او الكلام دوت، علشان بيتعرف دلوقتي.
فخلي بالك من الحوار ده، هتدفع فلوس على الفاضي لو انت اتجوزت مصلحة. وفلوسك هتروح، وهو خطر عالي يعني فيه، لان انت متعرفش ان انت هتتجوزها ديت هتساعدك ولا مش هتساعدك ولا ايه نظامها. فخلي بالك من انا ما رشحش حد يعمل كده، ولو حد قالك يعمل كده دوت ما بيحبكش وعايز لك الاذية. فخلي بالك من الناس اللي هم هيقولوا لك حاول انك تتجوز مصلحة او حاجة زي كده. فخلي بالك حذاري، يعني حذاري من الحوار دوت دلوقتي، علشان بيتعرف وممكن انك تخش السجن وبعدين تترحل. فخلي بالك. فخلينا نرجع لموضوعنا الجواز. فهو الجواز احسن واسرع وسيله ان انت تعمل بيها ورقك وتقنن بيها وضعك، واسرع وسيله تاخد بيها الجنسيه بعد ما تاخد الاقامه ان شاء الله. اي حاجه تانية مش هتديك الجنسيه زي الجواز. الجنسيه سريعا عن طريق الجيش، بس الجيش لازم انك تكون معاك اقامه، ما ينفعش تخش عليهم تقول لهم عايز اخش وانت معاك فيزا سياحه، لازم يكون معاك اقامه. بس كده هو ده الرد. وقبل ما تعمل اي حاجه استشير طبعا محامي، عشان انا بقول لك حاجات انا بس ايه عدت عليا، فاهم؟ فممكن يكون القانون اتغير، حاجه حصلت، فانت لازم تكلم محامي او حد عنده خبره وشغال في المجال دوت. يا ريت تعمل لي لايك وتعمل لي كومنت، ولو في اي سؤال عندك اكتبه. انا والله بحاول ارد على الناس كلها، بحاول ارد على الاسئله كلها، بس ساعات من كتر الاسئله انا مش بلاحق، يعني مش بلاحق. في اسئله بتسقط مني، بس مع مرور الوقت ممكن ارد عليك متاخر. بخش انا ايه اشوف كده التعليقات اللي ما ردتش عليها، بس اعذرني معلش. فانا بخش ارد على الناس كلها والله، بس ممكن اتاخر عليك شويه. بس ما تنساش تعملي لايك وتقول لي تاني لو انت عندك سؤال اكتبه، ولو انت اول مره تشوفني اعمل لي فولو. وانا عندي قناه على اليوتيوب اسمها مصري في الريف الامريكي، وهتلاقي اللينك في الفيسبوك في البايو موجود. يلا سلام.